بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها سير المعارك في اليوم الستين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. واليوم أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنها دمرت نحو 20 دبابة وآلية إسرائيلية، فضلا عن مقتل نحو 20 30 40 جندي إسرائيلي. الله أعلم، يعني كما سنشاهد أن الإحصائيات بتكون غير معروفة، لأنه لما قذيفة بتنفجر أو قنبلة بتنفجر أنت لا تعلم إذا كان الجندي اللي انفجرت فيه قتل أم أصيب إصابة خطيرة أو غير ذلك. لكن تعالوا نبدأ بالفعل المنكر والحرام شرعا الذي يخالف شرع الله سبحانه وتعالى وارتكبته حماس، وهي نشرت فيديو اليوم حضراتكم. هذا فيديو لجنود إسرائيليين داخل الخيام. كما تشاهدون هنا أن واحد من مقاتلي القسام اقترب بالكاميرا وقام بعملية تزويم على لباس الجندي الإسرائيلي، وهذا عورة الرجل من الركبة إلى السرة، فلا يجوز تصوير هذه المناطق. لكن يبدو أن حماس لا تكترث كثيرا بالحرام في الشريعة الإسلامية، ومهتمة بمقاس اللباس الخاص بالجندي الإسرائيلي. وأنا أقول لحماس يعني إياكم أن تقتربوا من لباسي، اللي يقترب من لباسي اقترب أو يكون واضحة، أو تهديد واضح. أي شخص يحاول تصوير اللباس لا، كله إلى اللباس. في مصر اللباس ده حاجة مهمة جدا يا جدع. طيب تعالوا حضراتكم نبدأ هنا. كما تشاهدون دي العملية المخالفة لشرع ربنا سبحانه وتعالى، ومقاتل من حماس يقوم بتصوير اللباس الخاص بالجنود الإسرائيليين، وده طبعا لا يصح، ورقم اللباس. وكأنه يعني حماس تود أن تقول لنا إن هي بتعرف اللباس ولون اللباس ورقم اللباس ومقاس اللباس. فإذا كانت حماس بتهددنا إن هي تعرف شعوبنا باللباس ونوعه وكلام من هذا القبيل اللي عمل ثورة، فنقول لهم خسئتم. فقط إسرائيل هي التي تعرف اللباس ومقاس اللباس. لكن حتى يا حماس لو قدمتم مليون دليل إنكم عارفين اللباس ومقاس اللباس ونوع اللباس لن نصدقكم، وما يهمناش حتى نرمي اللباس ده كله. المهم حضراتكم كما تشاهدون في هذه الصورة مجموعة من الجنود الإسرائيليين بيحتسون الشاي، لكن حماس للأسف أفسدت عليهم شرب الشاي. ويبدو أن هنا في مدفأة وفي كرسي بلاستيك، والكراسي بلاستيك، مفيش كراسي متنجدة والكلام من ده، وجالسين في الخيام حضراتكم. وحماس تقول أن دول عددهم 60 جندي إسرائيلي، وأن هي قتلتهم جميعا في مذبحة مروعة أثارت الرعب والذعر لدى الجيش الإسرائيلي. كما تشاهدون حضراتكم دي بداية التصوير. ومقاتل حماس طبعا الكاميرا بتاعته خلف هنا، أنا ما أعرفش هو كيف اقترب إلى هذه الدرجة، يعني هو زحف ولا هم حفروا نفق بكبار المعسكر. ولو لاحظنا أنه جيش الاحتلال الإسرائيلي عامل معسكر بعيد عن المباني السكنية، لأنه لما هو يجلس في المباني السكنية حماس بتفجر المباني السكنية، فعمل في مكان مفتوح، وعمل كما تشاهدون سواتر رملية، ومفروض ان في طائرات بتحميهم من الاعلى وبترصد اقل ضبة النملة، ولو نملة رفعت خرطومها كده مفروض انه فورا الموساد الاسرائيلي والطيران الاسرائيلي بيعرف كل حاجة. الا انه كما تشاهدون اللي قام بتصوير هذا الفيديو من حماس اقترب جدا. وكما تشاهدون هنا الخيام، هنا 3 خيام كما نشاهد في هذه الصورة. وهنا حضراتكم تصوير لخيمة الثانية الثالثة، وهنا الخيمة الرابعة، وبعدين الكاميرا هتدخل جوه هذه الخيمة. ولا أعرف كيف يعني أمكن الاقتراب من هذه الخيمة. هنا حضراتكم تصوير لخيمة أخرى. حماس قالت أنه كل هذه الخيم الآن جرى تفجيرها بمن فيها من الجنود. هنا كما تشاهدون المقاتل من حماس اللي بيحمل الكاميرا اقترب أكثر وأكثر، ووصل أنه هو يصل إلى تصوير اللباس الخاص بالجند الإسرائيلي. وأنا بفتي أن هذا حرام شرعا. والراجل اللي هو قالوا في الكويت، ولا السلفي المتخلي اللي كان مربي ده وقال أبو عبيدة جاهد بالسنن، أهو انبسطت يا أخويا، أبو عبيدة أصبح يجاهد باللباس يا سيدي. ما العمل بقى في اللباس ده؟ حلال ولا حرام الجهاد باللباس؟ هنا حضراتكم كما تشاهدون عملية تناول الشاي وغير ذلك. هنا أيضا تصوير هذه الخيمة، ولكن الخيمة دي مغلقة. هل طبعا الفيديو ده كله مدته يا جماعة تقريبا 55 ثانية، مدة التصوير فيه 40 ثانية فقط. طبعا لو لاحظنا نشاهد ماذا فعلت حماس. حماس في اليوم الأول منذ يومين قالت أن هم قتلوا 60 جندي إسرائيلي كانوا في مجموعة من الخيام، وبعد يومين طلعوا 40 ثانية لعملية تصوير الخيام.
وبعد ذلك لم ينشروا، يعني ربما غدا أو بعد غد ينشرون لهذه المسألة. السؤال: لماذا حماس تقوم بالنشر بالتقسيط؟ أنا قلت من قبل أن هناك مساومات تقوم بها حماس لإسرائيل، أنه حماس بترسل هذه الفيديوهات لقطر، ثم حماس تطلب طلبات، تقول لقطر احنا لنا طلبات كذا، نريد إدخال وقود لقطاع غزة، أو نريد إدخال طعام لقطاع غزة. فإذا أنتم أدخلتم زودتم عدد الشاحنات المواد الغذاء والطعام والوقود وكذا، وزودتم المساعدات الإنسانية مثلا لسكان غزة، فإحنا لن ننشر الفيديو الخاص بهذه العملية. إذا أنتم لم تستجيبوا سننشر. فواضح أن هناك مساومات، وفي ناس بتزعل لما بقول هذا الكلام، وده أمر عجيب جدا. أما الشيخ أحمد ياسين نفسه الذي أسس حماس قال إن هم كانوا بيعطوا الضباط والجنود الإسرائيليين حشيش ومخدرات مقابل أن يأخذون سلاح منهم، وقال هذا في قناة الجزيرة. ولما قلت هذا ان حماس بتاتي بالمخدرات والحشيش وتعطيهم للجنود الاسرائيليين والضباط الاسرائيليين وتاخذ في المقابل سلاح منهم، ناس كتبوا في التعليقات وشتموا مش عارف ايه. انا الكلام اللي اقوله بيكون موثق على فكره يعني. هنا حضراتكم بقى في احداث اليوم: كتائب القسام تمكن مجاهدون من تفجير حقل الغام اعد مسبقا ب4 عبوات تلفزيونيه. يعني ايه 4 عبوات تلفزيونيه؟ احنا نعرف العبوات، بس ايه هي التلفزيونيه؟ في بقى عبوات تلفزيونية عبوات صحفية ولا ايه الحكاية؟ ما اعرفش. وبعدين هو بيقول لك حقل ألغام أعد مسبقا. ماشي، ممكن يكونوا زرعوا الألغام إلى حين إنه عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي وصلوا فجرى تفجير منهم، لكن ايه كلمة تلفزيونية الله أعلم. المهم قد يجري نشر فيديوهات خاصة بذلك يعني. أيضا كتائب القسام تستهدف دبابتين صهيونيتين وناقلة جند بقذائف الياسين 105 في شرق مدينة خان يونس. غالبية القتال اليوم خان يونس اليوم كانت يعني مجزرة شديدة جدا. انظروا حضراتكم، كله في خان يونس يا جماعة. حتى هنا شرق مدينة خان يونس جرى قتل 10 جنود وقتلهم مسافة 0 في خان يونس. وطبعا لا تلاحظون انه حتى الآن لا توجد فيديوهات، يعني معناها انه هناك مفاوضات حول هذه الأمور. أيضا جرى استهداف قوى صهيونية من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وتحقق فيها إصابات مباشرة. تقريبا 30-40 جندي قتلوا وفقا لبيانات حماس يعني. أيضا قنص 6 جنود ببنادق الغول في منطقة الزنة، أيضا فين؟ في خان يونس. يعني تلاحظون القتال كله يدور في محافظة خان يونس في الجنوب كما نشاهد. يعني اليوم القتال أخف في الشمال لأنه قوات الجيش الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من الشمال. أيضا انظروا شرق خان يونس، خبر جديد: تفخيخ ونسف منزل كان فيه عدد من الجنود الإسرائيليين بعبوة برميلية. إيه العبوة البرميلية دي؟ وعدد من عبوات التي بي جي أدى لانهيار المبنى بشكل كامل. احنا بنسمع أسماء عبوات جديدة ما أعرفش إيه دلالتها يعني. المهم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية استهدفنا بقذائف التاندوم. التاندوم دي قذائف روسية، فطبعا دي يعني ايه مجامله للحاج بوتين. يعني بيقولوا له ايه، احنا بنعمل لك دعايه الاسلحه بتاعتك وانت بتكسب ملايين الدولارات او مئات ملايين، وانت بقى ايه ارسل لنا كمان يا معلم. طبعا روسيا من مصلحتها استمرار الحرب يعني. انا قلت الحرب سوق، يعني حماس تبيع عقيده الجهاد في هذا السوق، وامريكا تبيع عقيده العلمانيه، وايران تبيع عقيده الشيعه، وهكذا. طيب وروسيا بتبيع التاندوم والصواريخ الكورنيت. فالمهم قذائف التاندوم دبابتين صهيونيتين في حي الشجاعية في شمال غزة. أما جيش الاحتلال الإسرائيلي فقال إنه هو قتل له 7 ضباط وجنود إسرائيلي اليوم، وإن اليوم يوم أسود بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وإنه عدد قتلى جنوده منذ بداية الحرب بلغ 408. وأنا شخصيا يعني بقول المفروض الحرب تقف عند هذا الحد، لأنه إذا استمر القتال أكثر من ذلك ممكن عدد قتلى جنود الجيش الإسرائيليين يتعدى عدد قتلى جنود الجيش الإسرائيلي في حرب أكتوبر، وده هيكون فيه انتقاص كبير جدا من مكانة مصر. احنا دايما عاوزين نحافظ الجيش المصري هو الأول في الحروب والقتال، وأن يكون الجيش المصري أكبر جيش أنزل خسائر بإسرائيل. لكن اللي بيحصل ده أنه ممكن حماس تسبقنا في هذا السباق، دي مسألة يجب ما تحصلش يعني. فأنا بنقول المفروض أوقفوا الحرب عند هذا الحد وكفاية يعني لحد كده. خلينا احنا محتفظين بيه بالرقم القياسي. وارفع راسك فوق انت مصري، ورفعناه لما رقبة الواحد انكسرت. ما عادش عارف اقول انا مصري خالص. المهم هنا حضراتكم في موقع الجيش الاحتلال الاسرائيلي 408 من قتلى في الجنود دول كلهم جنود الذين سمح بنشر اسمائهم. وهنا الصور، وكما تشاهدون
هنا في صحيفة معاريف: القلب يؤلمني، يؤلم معاريف يعني. 7 مقاتلين سقطوا في معارك قطاع غزة هذا اليوم الأخير. هنا في قناة العربية: رويترز عن قائد عسكري إسرائيلي: قواتنا تخوض أشرس يوم لها في المعارك منذ بدء العملية في غزة. يعني أن هذا يوم أسود بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هنا حضراتكم أسماء وفقا للمعلن عنه إسرائيليا: أن قتل الرقيب توفال يعقوب، أيضا قتل النقيب إيتان فيتش، هذا ضابط مدرعات في الكتيبة 53. الكتيبة دي قتل منها الكثير بالمناسبة. أيضا قتل النقيب يهال غزت، ده نائب قائد سرية في الكتيبة 53. الكتيبة دي واضح أنها مهرية. أيضا قتل الرائد احتياط جيل دانز. أيضا قتل الرقيب يكير يديا، أيضا من الكتيبة المدرعة 53. أيضا قتل الرقيب أول احتياط متان الدماري، قائد فصيلة سرية دورية لفوج الإطفاء. يعني واضح أنه كان بينقذ جنود أصيبوا فقتل هو كمان. قتل الرائد احتياط إيلي كوهين. كما أطلقت كتائب القسام العديد من الصواريخ على تل أبيب وعسقلان وغيرها من المدن، كما تشاهدون في هذه الخريطة المدن التي قصفتها حماس اليوم. وهنا بعض الغارات كما نشاهد. وهنا فيديو آخر لبعض الصواريخ التي سقطت فوق تل أبيب. وهنا حضراتكم مبنى أصيب بصاروخ سقط في مدينة عسقلان. وهنا صاروخ أيضا من القسام سقط داخل مدرسة إسرائيلية. وتلاحظون حضراتكم أنه الصاروخ كاتبين عليه التاريخ 5/12/2023، ومعرفش كاتبين إن 220، يعني ده المقاس ولا إيه. المهم يعني يا أخويا كاتبين، والألوان يعني حلوة وقوية لدرجة إن هي لم تزال يعني. אנחנו יכולים להגיע, הוא יכול גם כן להגיע. ואז הוא יגיש הצעה מסודרת. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. في الختام هنا فيديو عن سيدنا عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الخامس. عبد الملك بن مروان رجل كبير جدا، عظيم من عظماء التاريخ العالمي كله. يكفي عبد الملك بن مروان أن هو في عهده تم تنقيط القرآن الكريم، فأوقف محاولات تحريف القرآن الكريم. في عهد سيدنا عبد الملك بن مروان جرى فتح الجزائر وبداية فتح المغرب. في عهد سيدنا عبد الملك بن مروان جرى نشر اللغة العربية، يعني اليوم اللغة الفارسية تكتب بالحروف العربية بفضل عبد الملك بن مروان. مصر، كل هذه الدول تكتب، ليبيا، المغرب كلها تكتب بالحرف العربي بفضل عبد الملك بن مروان. باكستان، طبعا في الهند اللغة الهندية كانت تكتب بالحروف العربي، لكن بعد الإنجليز طبعا غيروا، اللغة التركية كانت تكتب بالحروف العربي. اللغة الإيغور في الصين كانت تكتب بالحروف العربي، الصين غيرتها. الصومال كانت تكتب بالعربي. ماليزيا كانت حروفها تكتب بالعربي، واندونيسيا. ولكن لما جاء الاحتلال الأوروبي بدأوا يدمروا إنجازات عبد الملك بن مروان. طبعا الجهلة واللي هم من الحيوانات ذوي الأرجل الأربع هم اللي بيشتموا سيدنا عبد الملك بن مروان. فأرجو الاستماع لهذا الفيديو، وأرجو الاشتراك في القناة. هذه القناة سأخصصها للموضوعات التاريخية والثقافية، فأرجو الاشتراك فيها يعني. وهنا قناة فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحات على الفيسبوك وتويتر وتيك توك وانستجرام وحاجات تانية، اشتركوا فيها كلها. وهنا قناة فيديوهات الوثائقية التاريخية أرجو أن تشاهدوها لأهميتها في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة والضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.